ازاي يا صاحبي تعمل صورتك عند الكعبة بالشكل ده كده وبطريقة سهلة جدا؟ الفكرة دي جات لي يا جدعان. بص، فكرة كويسة قوي. يعني انت لو مفيش حد زار الكعبة عندكم في البيت وكده ولسه وما صورلكش صورة زي دي، تعال اقول لك ازاي تعملها بطريقة سهلة جدا، ويا رب يكرمنا كلنا يا جدعان ونروح نزورها. اضغط في الكومنتات يا جدعان. قبل اي حاجة يا صاحبي الطريقة سهلة جدا. الفيديو بتاعنا مش هيعدي الدقيقتين، فلو انت ما تعرفنيش انا اسمي احمد محمد، بقدم لك محتوى الايديت والتقني والمونتاج، كل حاجة بتطلع على القناة. ولو انت عايز اي شرح انزل قول لنا في التعليقات، وفي اقرب وقت بتلاقينا نزلنا الشرح ده. بس كل اللي انا عايزه منك تنزل دلوقتي تعمل تعليق عشان يظهر معانا في الفيديو اللي جاي زي التعليقات دي كده، وعايزك تكمل معايا الشرح للاخر. وعشان ما تطولش في المقدمه اكتر من كده، يلا بينا على الشرح. قبل اي حاجه كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح سهل جدا، حتى انت لو مبتدئ هتعرف تعملها. اول حاجه كل البرامج اللي انا بستخدمها سايبها لك في اول تعليق، وفي اخر الفيديو اقول لك ازاي تحملها. اول حاجه تعملها يا صاحبي هندخل على برنامج بيكس ارت بالشكل ده كده، نفتح الخلفيات اللي احنا هنشتغل عليها. طب هحمل الخلفيات منين؟ اقول لك برضه في اخر الفيديو. ما تقلقش يا صاحبي مش هسيبك. كل اللي عليك هتضغط على علامه الزائد بالشكل ده كده وتختار الخلفيه اللي احنا هنشتغل عليها، وليكن مثلا الخلفيه دي كده. بعد كده يا صاحبي هتشد الناحيه الشمال كده تلاقي حاجه هنا اسمها اضافه صوره. اول ما تضغط على كلمه اضافه صوره اجيب لك الصور اللي على التليفون كلها. كل اللي عليك بتختار الصوره بتاعتك اللي انت عايز تعملها عند الكعبه وكده. بعد ما بتختارها بالشكل ده كده يا صاحبي بتبدا تظبط الصوره على مقاس التليفون اهوت، وممكن تقلل الشفافيه كده عشان يعني انت تشوف المساحه بتاعت الصوره وكده. هتبدا يا صاحبي تظبطها بالشكل ده كده اهو. بعدين تضغط على علامه محاية اللي فوق، ولو شايف اي حاجه زياده ممكن تظبطها اللي انت تظبط فيها بالشكل ده كده. بس طبعا انت هتظبط على مهلك عشان انا بعمل بسرعه بوريك بس عشان ما تقولش عليك الشرح وكده. المهم يا صاحبي بعد ما تظبطها كده وبعدين تضغط عليها تاني وتزود الشفافيه. طبعا انت هتظبطها يا صاحبي، ما تبصش اللي انا عامله ده، انت هتبدا تظبط براحتك. بعد ما تظبطها يا صاحبي بالشكل ده كده تبدا ايديت من برنامج اللايت روم. طبعا انت شايف يعني القناه كلها فلاتر، فتحمل اي فلتر وتبدا ايديت، ودي النتيجه اللي هتكون معاك. نتيجه جامده قوي. طبعا يا صاحبي رابط الخلفيات دي تعال اقول لك تحمله ازاي. تلاقيني سايب لك لينك الموقع ده يا صاحبي في اول تعليق، حاطط لك فيه كل البرامج اللي انت تحتاجها. انا عايزك تاخد لك لفه كده، اي برامج هتلاقيها. يبقى تنزل تحت كده اهوت بيقول لك لتحميل صوره الكعبه اضغط هنا. بعد كده هتنزل تحت يا صاحبي، هتسيب كل حاجه وتنزل. بص هتنزل تحت كده اهوت، لكن اهوت ايه، اول ما تنزل تحميل التطبيق اضغط هنا. احنا مش عايزين التطبيق، لتحميل المنسقات اهوت اللي هو الخلفيات اضغط هنا. اضغط على كلمه هنا وبعدين تضغط على الاكس ده كده. بعد كده هتنزل تحت اقول لك استنى 30 ثانيه. هتستنى 30 ثانيه وتضغط للتحميل، هتلاقي الرابط ميديا فاير معاك. مفيش اسهل من كده. مش بقى تعمل لايك لاخوك، ولو انت جديد تشترك في القناه. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.